صباح الخير يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وبدات معاكم الفيديو النهارده من اول اليوم خالص، من اول ما بصحى. دي الحاجات اللي عاده بعملها كل يوم، يعني ده الروتين ما بزهقش منه. ان انا بقوم اغسل اسناني، اغسل بشرتي بالغسول واتوضى واصلي، وبعد كده اعمل سكين كير، وبعد كده بقى اشوف يومي هيمشي ازاي. طبعا بعتذر اول حاجه لو سامعين اي صوت هوا، بس انا مشغله المروحه علشان بجد اعرف اسجل لكم الصوت، لان الجو حر قوي قوي. مع ان انا بسجل لكم دلوقتي الساعه 8، بس الساعه 8 الصبح، بس انا مش عارفه ليه الجو حر قوي كده. خلصت بقى وعملت سكين كير، اتوضيت وصليت، وبعد كده كان عندي مواعين في الحوض، وكان في غسله في غساله الاطباق محتاجه ان هي يعني تتلم كده، يعني تحط عليها علشان اشغل بقى الغساله. انا بصراحه لما بيكون عندي شويه مواعين صغننين قوي بشطفهم كده سريعا وبحطهم في غساله الاطباق، وبستنى لما بكمل عليهم عادي، فاهمين؟ لان انا برضو يعني ما بقاش عندي وقت قوي ان انا كل شويه اغسل مواعين او اقف على الحوض اغسل كوبايتين مثلا موجودين، فبحوش المواعين في الحوض، يا اما بحوشهم في غساله الاطباق لعندي لما الدوره تكتمل، وبعد كده يعني بشغلها عادي مفيش اي مشكله. هي بصراحه ما بتعملش ريحه معايا، يعني المواعين ما بتعملش ريحه، لانه انا بفضل فاتحه الباب بتاع غساله الاطباق. تاني حاجه ان انا بكون شاطفه المواعين شطفه سريعه كده، فما بتعملش ريحه معايا خالص. المهم يا جماعه طمنوني عليكم، قولوا لي انتوا عاملين ايه، عاملين ايه في الحر ده؟ انزلوا تحت في الكومنتات اتكلموا معايا، حسسوني انه انا يعني في حد بيتفرج على الفيديوهات، لان انا يعني في ناس كتير بتتفرج على الفيديوهات بس ما حدش بيتكلم معايا في الكومنت كده، فانزلوا كلموني في الكومنت ونرغي سوا تحت، علشان يعني احس ان انتوا موجودين واحس ان في حد بجد بيتفرج على الفيديو. انا جبت معاكم الشوت ده وانا برص غساله الاطباق، عشان كذا حد سالني ازاي بترصيها. والله يا جماعه انا ما اعرفش بصراحه، بس يعني انا اول ما جبت غساله الاطباق ما كنتش بعرف اتعامل معاها خالص، ولا بعرف هحط ايه هنا ولا هحط ايه هنا، فتعلمت عادي بحط الكوبايات فوق الاطباق تحت، لو عندي حلل بحطها تحت برضو، يعني بحاول امشي الدنيا كده بحيث غساله الاطباق يعني تاخد اكبر قدر من المواعين وما اغسلش كتير على ايدي. طبعا الحاجه الوحيده اللي ما بتحطش في غساله الاطباق هي الصواني، وانا اليوم ده كان عندي كميه صواني انا ما اعرفش انا استخدمتها في ايه، بس حقيقه كنت بعمل دوناتس، وبعد كده بقى كنت بطلع على صينيه ما اعرفش اللي هو يعني يتصفى من الزيت، كنت بقطع على صينيه انا ما اعرفش في ايه، بس انا كان عندي كميه صواني فظيعه. والصواني الحجم ده احنا بنستخدمها كتير قوي لان احنا اتنين، فانا ممكن مثلا اكل لوحدي افطر لوحدي فاستخدم صينيه، ممكن جوزي يتغدى على صينيه، فهي الصواني دي حجمها صغنن قوي، فعشان كده بنستخدمها كتير. بس انا بصراحه يعني مش فاكره ليه كميه الصواني دي، غير ان انا كنت بعمل دونتس يومها فخمرت، يعني قطعت العجينه وخمرتها على صينيه وغطيت عليها، وكمان كنت مستخدمه صينيه يعني بعد ما خلصت بقى الفيلينج وبحطها عليها عشان احطها في التلاجة عشان يجمد، وبعد كده كنت مستخدمه صينيه كمان مطلعه عليها الدونتس من الزيت، فعشان كده كميه الصواني المهوله دي عندي. الناس بقى اللي بتسالني بتدخل تسال على الفيديوهات وبتسالني انت ليه بتغيبي، انت ليه ما بتنزليش فيديوهات على طول؟ بصراحه يا جماعه موضوع الفيديوهات وموضوع التصوير ده صعب قوي قوي، يعني اصعب مما اي حد يتخيل. فعلشان كده يعني انا كمان الجو حر قوي، الجو مش مشجع خالص، وانا اقل مجهود بعمله في الصيف تلاقي ضغط وطي وقعدت مش قادره دايخه، مش شايفه قدامي، بسبب انه ضغطي على طول بيوطى. يعني انا من زمان قوي ضغط وطي في الصيف او في الشتاء، انا ضغطي وطي، يعني في الشتاء بدوخ وبيبقى ضغطي وطي، ما بالكم في الصيف بقى. فبصراحه موضوع التصوير ده صعب، وكمان صعب مع طفله. يعني انا ممكن اكون بعمل الحاجه وقاعده بغسل المواعين دلوقتي وبنتي تحت رجلي مش سايباني خالص، عايزاني اشيلها، عايزه تقعد على الرخامه، فانا بكون عايزه اخلص من الحاجه انجزها على طول، مش لسه بقى هجيب الستاند واصور واعمل. فانا اليوم بجد اللي بقدر اصور فيه معاكم بقدر اصور، يعني لما الجو بيكون كويس بنتي مش لازقه فيا قوي فبجيب الكاميرا على طول وبصور يعني. انما موضوع التصوير بجد صعب قوي. وممكن كمان الفيديوهات القصيره ما بتبقاش صعبه زي الفيديوهات الطويله، يعني الفيديو اللي انتوا بتشوفوه 10 دقائق ده بجد يعني هو بيبقى على برنامج المونتاج حوالي ساعه، فاهمين؟ فانا بطلع لكم منه 10 دقائق بس، فهو الموضوع صعب شويه. بس انا ان شاء الله يعني بحاول انتظم اكتر، بحاول اشارك معاكم تفاصيل تانية في البيت، نطلع بره المطبخ كده. هنا بقى كنت خلصت الصواني كلها، يعني سبتها تتصفى على الرخامه كده وبدات اغسل الحوض. ناس كتير قوي قوي من ساعه لما عرفت ان انا مركبه الحوض السمارت وهي بتسالني عليه، وانا بصراحه يعني مش عارفه اكون رايي عليه يعني، بس انا هنصحكم نصيحه، انه انا ركبت الحوض السمارت ده علشان انا كان عندي مشكله مع شكل الستانلس، يعني كان
عندي مشكله في الشكل بتاع الستانلس. انا بشوف ان الستانلس بيدي يعني ما بيديش حاجه قيمه، ما بيبقاش قيم يعني في المطابخ الكويسه، خصوصا لو صارفه ومكلفه بقى على المطبخ. فبحس ان حوض الستانلس بيبوخ الدنيا كده، وبيبقى باين ان هو رخيص كده وحاجه رخيصه يعني. فانا علشان السبب ده، علشان انا عندي مشكله في شكل الستانلس او في شكل الاحواض الستانلس، انا علشان كده يعني جبت الحوض السمارت. انما انت لو ما عندكيش مشكله في الحوض اللي هو الستانلس، هاتيه عادي، هاتي حله تكون كويسه الستانلس بتاعها يكون حلو وتعاملي عادي. انما الحوض السمارت طبعا مش زي الستانلس ابدا، المجرى بتاعه مقرف قوي، يعني كل شويه يتكتم لو ما اخدتيش بالك كويس قوي. يعني انا كان عندي عزومه، ففي حد كان معايا في العزومه، فهو مش عارف للحوض، ففضت شويه شوربه في الحوض بالحبهان. انتوا متخيلين ان الحبهان وشويه البصل اللي في الشوربه كتموا الحوض بتاتا، فبتضطري بقى ان انت تنزلي تحت الحوض تفكي الصرف بتاعه، تصرفي الميه، تجيبي بقى طبق كبير تصرفي الميه اللي موجوده فيه كلها، وبعد كده تركبي تاني. فهو بصراحه لا، مش عملي ابدا ابدا زي الاحواض الستانلس. الاحواض الستانلس بيبقى الصرف بتاعها كويس قوي، يعني ما بتتكتمش قوي زي ده. فده لا، يعني اقل حاجه حساس قوي قوي، اقل حاجه انه بتقفله وبتبهدله. وانا بصراحه انا شايفه لو انتوا عيله يعني في كذا يد في البيت بقى ومعاكي اطفال ومعرفش ايه، لا هيبوظوه يعني بجد هيبوظوه، لان هو حساس قوي قوي. انا عشان فردين في البيت وبنتي لسه مش كبيره، فما بتستعملش وما بتمدش ايديها على حاجه، فهو مش حاسه بالموضوع قوي، واستعمالي ليه خفيف برضه، فاهميني؟ يعني ما بعملش عوازيم كل يوم، ما بعملش اكل كل يوم، فاهمين؟ ما بعملش كميات، ما بستخدمش حلل كبيره. انا بخاف بجد احط فيه حله تقيله، يعني بخاف عليه قوي يتجرح او يتخربش. فهو التوتالي مش عملي ابدا ابدا. هو هاتوا حوض ستانلس لو انتوا مش عندكم مشكله. طب لو رجع بيا الزمن هركبه تاني ولا لا؟ طبعا هركبه، علشان زي ما قلت لكم انا مشكلتي مع الحوض الستانلس كشكل عامه. المهم انا هنا عملت الغدا، واحنا في الصيف ما بناكلش ابدا، يعني احنا مقضينها يا سلطه التونه، حاجات خفيفه، سندوتشات. فانا قلت النهارده هعمل، ان ده كان يوم الجمعه، فقلت بقى هعمل رز وشوربه ولحمه، يعني لحمه مسلوقه وخلاص. وحتى ما عملتش اي طبيخ، ما عملتش اي ملوخيه، مش قادره بجد ومش قادرين ناكل، يعني احنا ما بناكلش في الصيف خالص. فشوحت اللحمه سريعا قوي كده. في ناس طبعا يعني بتحط، يعني لسه لحد دلوقتي بتحط الميه وبعدين تسيبها تغلي وبعدين تسقط فيها اللحمه على طول. فلا يا جماعه ما تعملوش كده. تشويحه اللحمه اللي انتوا بتدوها للحمه دي بتفرق قوي قوي، اول حاجه في طعم اللحمه، تاني حاجه في طعم الشوربه فيما بعد. فانا بحب ان انا اشوح اللحمه. هتلاقوني غيرت اللبس، يعني كنت الاول معاكم بصوت لونها اسمر كده، فهي اتبلت قوي قوي من الحوض وانا بغسل مواعين وكده. انا ما بعرفش اغسل مواعين ويعني بكم، فعلشان كده اتبلت مني، فروحت غيرت. سبت بقى الاكل على النار وقلت هنضف معاكم الليفنج. هي بصراحه كانت متنضفه يعني، فانا عملت لها تنظيفه من على الوش كده. هي بصراحه البيت كله عندي محتاج تنظيف عميق يا جماعه، بس انا بصراحه مش قادره، يعني موجه الحر دي تعدي وبعد كده هننضف مع بعض وهنعمل كل حاجه. انا برتب المخدات سريعا، يعني ده التنظيف اللي انا بعمله كل يوم، برتب المخدات سريعا، وبعد كده بقى باي قماشه عندي ببدا انفض بس الركنه وبسوي المخدات بتاعتها. وانا الركنه بتاعتي مشكلتها ان هي فيها مخدات كتير قوي قوي، ومشكلتها كمان ان هي فاتحه وسالتوني كتير على قماشه الركنه بتاعتي، فهي كتان وانا ما حبيتهاش خالص، يعني ما حبيتش الكتان ابدا. صعب التنظيف قوي، مع ان ده كتان اللي هو ووتر بروف، يعني المفروض ان هو ضد الاتساخ، الميه بتقف عليه ما بيمتصش الميه. بس لا، يعني الكتان صعب قوي قوي. انا كان عندي قطيفه، يعني الركنه دي كان لونها مختلف عن كده، كان لونها تقريبا تركواز بقى. ايام ما كنت بتجوز كان اللون ده طالع موضه قوي وكان طالع ترندي قوي، فعلشان كده كنت عاملاه. بس انا غيرتها، يعني غيرتها من حوالي سنتين، عملتها كتان وعملتها اللون البيج ده عشان يبقى لايق. بس لا بصراحه يعني القماش الكتان صعب قوي قوي في التنظيف، وحش قوي. فلا، لو رجع بيا الزمن هعملها قطيفه، يعني هغير اللون بس هعملها قطيفه. هنا بقى كنت بمسح التي يونت، والتي يونت دي انا كنت شارياها بجد، يعني هي كانت لقطه وكانت بيعه كويسه قوي. كنت شاريها من على رنين، كان ب 1300 جنيه، وسعرها حلو قوي. الخشب بتاعها كويس قوي، الكواليتي بتاعته حلوه. هو برده يعني مش خشب زين، برده هو خشب حبيبي عادي، بس بجد الكواليتي بتاعتها حلوه قوي. هنا طبعا بنتي لازم تشارك في التنظيف معايا وتبصم على كل حاجه انا بعملها. واصعب فقره بجد تتعامل مع الاطفال في البيت يا جماعه، ان انتوا تلمعوا مرايات قدامهم. بجد انا بلمع المرايه وهي بتلطخ ورايا، يعني فصعب قوي قوي. فعلشان كده يعني انا اغلب التنظيفات اللي بعملها انا ما بعملهاش وهي موجوده. شايفين التعامل مع الاطفال صعب في الحر، وخصوصا لو انت بتنظفي. هو عامه يا جماعه التعامل مع البشر في الصيف صعب قوي. هنا بقى كنت بلمع المرايه اللي جنب التي في يونت، ومش عايزه اقول لكم يعني انا قصيت الجزء
ايديها بنتي شايفين ايديها هي طالعه اهي بالدليل القاطع ان هي بتبهدل كل حاجه انا بعملها، وبتلطخ المرايه ورايا، يعني ما بتنضفش، بتلطخ المرايه ورايا. انا يعني في الحال ده انا بديها المنديل، يعني شايفين انا بديها المنديل وبقول لها اتعاملي انت بقى يا سيلي، يعني بحاول اشغلها كده معايا في الموضوع ان هي تشارك في الحاجه اللي انا بعملها، لانه برده هي بيبقى عندها فضول ان هي تعرف انا بعمل ايه او عايزه تشارك، فاهمين؟ فانا بديها المنديل وبقول لها امسحي انت بقى يا سيليا واعملي. هي بتفرح بده قوي وبتسيبني اخلص حاجه تانية، فاهمين؟ يعني بتتشغل في المرايه شويه وبتسيبني خلاص. شايفين المنديل كان في ايدها وطبعا مسحت وبهدلت الدنيا. وبعد كده يعني لو هتعملوا كده مع اطفالكم فطبعا لازم تغسلوا ايديهم بعد كده، لانه المنديل اللي في ايديها ده اصلا مليان ملمع زجاج، فلازم تغسلوا ايديكم. بس كده كنت خلصت ورشيت بقى معطر، وده كان الشكل الغرفه بعد ما خلصتها خالص. وبس كده، يعني دي كان اخر حاجه انا عملتها في اليوم. متنسوش تقولوا رايكم في الفيديو تحت في الكومنت، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.